هاي التمرية اللي على أصولها. شايفين قوامها ما أحلى؟ بسم الله. وعم تقرش قرش. بسم الله. مثل ما بتنعمل بمحلات تماما. جبت لكم طريقة أسهل من المحلات 100 مرة. طبعا أنا عملت لكم العجينة بطريقة سهلة جدا، تقدروا تعملوها بالبيت. أما إذا بدنا نعمل العجينة المورقة اللي بيعملوها المحلات رح تكون صعبة عليكم بالبيت. والله ذكرتني بالحمص من عند حلويات المصري حصرا. عندي 4 أكواب من الطحين. بسم الله. معلقة صغيرة من الملح. 4 معالق كبار من السكر. هاي 4. نخلط الطحين مع السكر مع الملح. بضيف عليهم 1.5 كوب من المي. ممكن تاخد أكثر حسب نوع الطحين. 2 معلقتين كبار من الزيت. وهلا بنعجن بشكل منيح. إذا حسيتوا العجينة هيك ناشفة شوي بتحطوا لها شوية مي. نرجع بنعجنها. نفضيها على الطاولة. هلا بنعجنها بإيدنا بكل قوانا العقلية. لازم تطلع معكم عجينة ناعمة، ملمسها ناعم. يعني شايفين كيف منظرها هلا؟ لازم تعجنوها أقل شيء 5 دقائق 7 دقائق. بعد ما صارت العجينة عندي بهذا الشكل، شايفين ما أحلى قوامها طالع؟ هيك لازم تكون. هلا بنفردها بهذا الشكل. مشان نقطعها نجيب القطاعة، بنقطعها تقريبا بهذا الحجم، كل قطعة قد أختها. بنكورها بهذا الشكل حتى تصير معي هيك. نرش شوية طحين على الطاولة وبنحط العجينة على الطحين. نرجع بنكور الباقي جنب أختها. هيك طلعوا عندي 11 قطعة. نرش على الوجه شوية طحين، بنغطيهم بكيس نايلون، بنريحهم لمدة نص ساعة. وهيك بعد ما ريحناهم لمدة نص ساعة نكشف عليهم. شايفين كيف طريت العجينة؟ نجيب شوية طحين نفتحها بهذا الشكل بشكل دائري. شايفين لحال عم تنفتح. ولا أحلى من هيك عجينة. شايفين شو رقيقة؟ هيك بدي إياها. هلا بشيلها بحطها على جنب. بجيب عجينتين بلزقهم ببعض. نبلش نفتح العجينة. شايفين أنا هيك بدي حجمها. شايفين ما أكبرها؟ عندي هون زبدة مدوبة بالميكروويف تقريبا شي 150 جرام. بنجيب تقريبا شي معلقة كبيرة بنوزعها بهذا الشكل. بنجيب العجينة الثانية اللي فتحناها أول شي نحطها فوقها بالنص. نرجع نحط لها زبدة. هلا بكمل الباقي وعلى كل طبقة بحط زبدة. بنجيب صحن مثل هاد بهذا الحجم مشان نحط العجينة بقلبه. شايفين كيف؟ هلا مكمل الباقي. وهيك بعد ما خلصنا كل الطبقات، طبعا آخر طبقة ما حطيت لها زبدة. هلا بنلف العجينة بهذا الشكل. طبعا هاي العجينة اللي تحت اللي عملناها طبقتين صارت عندي بهذا الشكل. هلا بنحطها بالثلاجة اللي هو البراد لمدة ساعة أو ساعتين، بنطلعها بنشتغل فيها. هلا بدي أجيب شوية طحين ورشهم على الطاولة. بدي أجيب العجينة بعد ما بردتها لمدة ساعتين بالضبط. نرش عليها كمان شوية طحين. بنجيب الشوبك ونبلش نفتح فيها. شايفين كيف صار حجمها؟ أنا هيك بدي إياها. وسماكتها تقريبا 2 ميلي. هلا بدي لفها بهذا الشكل. شايفين كيف؟ ولا أسهل من هيك. بعد ما لفيناها بهذا الشكل بنحاول انه نسكرها بشكل منيح. شايفين كيف صارت معي؟ هلا شو بدي اعمل؟ بدي اجيب سكين واقطعها قطع صغيرة بهذا الحجم. شايفين هيك حجمها ممتاز. ما بدي اكبرها. شايفين بعد ما قطعتهم بهذا الحجم، هذا حجم التمرية ممتاز. طلع عندي تقريبا شي 20 قطعة. هلا بدي اجيب شوية زيت نباتي، بدي ادهن شوي على الطاولة. بدي اجيب العجينة وافتحها بالشوبك. لازم تفتحوها بالزيت مشان تطلع معكم عجينة طرية. شايفين كيف طلعت معي؟ ولا أحلى من هيك. لازم نبعجها من النص. ليش ببعجوها من النص؟ مشان يفوتوا السيخ فيها. لأنه وقت كانوا يقلوهم بحمص كانوا يفوتوا السيخ ويعلقوهم وحدة وحدة. هلا بننتقل على القلي.
لانه هي اسمها تمريه، في ناس بيحشوها تمر، في ناس بيحشوها قشطه، في ناس بيقلوها مثل ما هي ساده بياكلوها. هلا اذا بدنا نحشيها تمر بنجيب شويه عجوه بهذا الشكل، بهذا الحجم، ما بدنا نكتر، بنحطهم بالنص، بنحطها على جنب، بنجيب وحده ثانيه بنفتحها، بنجيبها ونحطها فوقها بهذا الشكل، وبنكبسها بشكل منيح مشان تلزق معي وما تفتح بالزيت. بعد ما كبسناها بهذا الشكل شو بدنا نعمل؟ بدي اجيب الاطراف ولفها لجوا. بعد ما لفيت الاطراف بدي ارجع اضغط عليها. شايفين انا بدي اياها بهذا الشكل، ولا اسهل من هيك تمرية. عندي هون زيت حامي وعندي هون قطر بارد، بنقول بسم الله وبننزل. شايفين كيف نفشت معي؟ بس تاخذ لون من تحت بنقلبها. ايه يا سلام. طبعا الزيت عندكم لازم يكون غزير، يعني كتروا زيت، ما بزبط تكون الزيت قليل. هلا هيك لون التمرية جاهز معي، شايفين ما احلى لونها، بشهي نبضات القلب. هلا اذا بدكم تحطوها بالقطر، اذا بدكم تحطوا القطر عليها، اول ما بتشيلوها من الزيت لوين؟ على القطر. القطر لازم يكون بارد، بنخليها بالقطر لمدة دقيقتين بعدين بنشيلها. انا عندي هذا القطر عامله من قبل جاهز، يعني عيار القطر كاستين سكر وكاسة مي ورشة ملح ليمون. هلا بننزل البتمر، بسم الله. هاي البتمر عندي جاهزة، شايفين ما احلى لونها طالع. هاي التمرية اللي على اصولها، من الزيت لوين؟ على القطر. مثل ما قلنا لكم القطر لازم يكون بارد. هلا انا ما قليت الكمية كلها، زادوا معي نصهم تقريبا. بقدر احطهم بالصحن وجمدهم اقليهم ايمت ما بدي. شايفين بعد ما حطيناهم بالصحن بنغلفهم نحطهم بالفريزر، ايمت ما بدنا بنطلعهم بنفتحهم وعلى الزيت. شوفوا لي على المنظر وصلوا لي على النبي. بسم الله ما شاء الله. هاي التمرية اللي على اصولها مثل ما بتنعمل بمحلات تماما. شايفين قوامها ما احلاه طالع. هاي اللي حشيناها تمر، شايفين قوامها ما احلاه. شايفين التوريقة كيف طالعة معي. بسم الله، اسمعوا لي القرشة. يا سلام. وهي عملنا السادة وعم تقرش قرش. بسم الله. اللي عند قلعة حمص عم تقرش قرش، من اطيب الوصفات برمضان. طبعا بتقدروا تحشوها شو ما بدكم، جبنه قشطه اللي بدكم اياه. جربوها بهالطريقه واعطوني رايكم بالتعليقات. السلام عليكم.